يلا بينا النهارده هنعمل سوا بخاري باللحمه. وصفه سهله وسريعه جدا وبجد طعمها حلو قوي. لو مش عارفاني انا اسمي رنا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي في القناه وما تنسيش تعملي سيف للوصفه. الوصفه دي بجد رهيبه ولازم هتجربيها. بصوا، بجد شكلها يفتح النفس. يلا بينا. اول حاجه بجيب حله كده على النار وبحط فيها معلقه كبيره من السمنه وشويه من الزيت. بعدين عندي 3 حبات من الجزر ببتدي ان انا اقطعهم بالشكل ده واديلهم تشويحه كويسه كده على النار. وبعد ما بيتشوحوا برفعهم على جنب. عندي زبيب برضو كنت غسلاه وسايباه كده وهصفيه وهديله برضو تشويحه. وبعدين برفعه خالص من على النار. في نفس الحله بنزل بفصين من المستكه. بعدين كيلو من اللحمه اي قطعيه انت تستخدميها. معلقه صغيره بقى من الفلفل الاسود. عندك معلقه صغيره من بهارات مشكله. ورق لورا. لومي. رشه من القرفه. تشويحه مع بعض كده كله كويس. بعدين بنزل بحبتين من البصل مقطعهم بالشكل ده جوانح. تقليب مستمر. وبعدين بنزل عليهم بالميه المغليه وقرن من الفلفل. الميه المغليه دي على كيلو من الرز البسمتي. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه ونص من الميه. هسيبهم بقى على نار هاديه خالص لغايه ما اللحمه تستوي. وبعدين بظبط الملح. هنا ببتدي بقى ارفع اللحمه وانزل بالرز البسمتي اللي كان مغسول ومتنقع ومنقوع قبلها بنص ساعه. وبعدين برجع انزل عليهم الجزر والزبيب. وظبطي بقى الملح بتاعك. تقليب كده وسيبيه بقى على نار عاليه ياخد غلوه كده ولما تتشرب خالص وطي النار لغايه ما الرز يبقى عندك مفلفل بالشكل ده. بعدين ارجعي بقى قدميه وحطي عليه اللحمه من فوق. والله بجد يا جماعه لازم تجربيها. وصفه بجد تحفه. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.